في واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ كرة القدم الإفريقية، فاجأ الاتحاد الإفريقي الجميع بقرار صادم يتعلق بنهائي كأس إفريقيا 2025. القرار كان واضحا وصارما: سحب اللقب رسميا من منتخب السنغال ومنحه لمنتخب المغرب. القصة بدأت بعد نهاية المباراة النهائية، حيث تقدم الاتحاد المغربي بطعن رسمي مستندا إلى خرق في لوائح البطولة من طرف السنغال. وبحسب لجنة الاستئناف، فإن المنتخب السنغالي خالف القوانين بعد انسحاب مؤقت من أرضية الملعب خلال المباراة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للوائح. هذا الأمر أدى إلى قرار حاسم: اعتبار السنغال خاسرا إداريا بنتيجة 3 أهداف مقابل 0، ومنح اللقب للمغرب. قرار أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي الإفريقي بين من اعتبره تطبيقا عادلا للقانون، ومن رأى أنه قرار قاس وغير مسبوق. الاتحاد السنغالي لم يقف مكتوف الأيدي، حيث أعلن رفضه الكامل للقرار، وقرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل استرجاع اللقب. وبين شد وجذب، تبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار الحكم النهائي. فهل يتم تثبيت تتويج المغرب رسميا، أم نشهد انقلابا جديدا يعيد الكأس إلى السنغال؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة الكاملة.